موعد مباراة مصر والأرجنتين وحديث عن المباراة. بس قبل أي حاجة نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنت مهتم بأخبار الكرة العالمية اعمل متابعة للصفحة عشان يوصل ليك كل جديد. بعد ملحمة كروية استمرت 120 دقيقة، نجح أخيرا منتخب مصر في التأهل لأول مرة في تاريخه لدور 16 من كأس العالم، وده بعد الفوز على منتخب استراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل. البداية كانت مصرية من إمام عاشور بتسجيله الهدف التقدم في الدقيقة 13 برأسية رائعة، لكن استراليا عادت في الدقيقة 55 للتعادل، وده بعد هدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرمى المنتخب المصري عشان تتجه المباراة للأشواط الإضافية وبعدها ركلات الترجيح، واللي انتهت لصالح منتخب مصر 4-2، واللي شهدت تسجيل محمد صلاح للركلة الثالثة بالطريقة الهادئة والمميزة والمعروفة باسم بانينكا. وشهدت نهاية اللقاء موقف كبير وإنساني من حسام حسن برفعه للعلم الفلسطيني أثناء الاحتفال في مشهد بيدل على الرجولة والنخوة اتجاه إخواتنا في فلسطين. في المقابل منتخب الأرجنتين تأهل بصعوبة لدور ال16، وده بعد مباراة مثيرة أمام كاب فيردي امتدت للأشواط الإضافية وانتهت في النهاية بفوز الأرجنتين بصعوبة ب3 أهداف مقابل هدفين في اللقاء اللي سجل فيه ليونيل ميسي هدف عشان يوصل عدد أهدافه في البطولة ل7 أهداف. أما عن موعد مباراة مصر والأرجنتين القادمة إن شاء الله فالمباراة ستقام يوم الثلاث 7 يوليو في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية. مواجهة مش بس بين منتخبين، دي مواجهة بين حلم تاريخي مصري بيكبر وبطل عالم بيدافع عن اللقب. كل التوفيق للمنتخب المصري، وفي النهاية ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتقولوا رأيكم في التعليقات. كان معكم حسن سعيد.